بص انا دلوقتي بقى عندي مشكله مع مطاعم البرجر ان بقى كلها شبه بعضها وان طعمها معظمه بقى وحش، لكن لما الاقي مكان يوافق ان لو حتى الاكل ما عجبنيش اقول على اسم المكان فولا بينا بقى نروح له. والمكان ده يا جدعان اسمه جوسي برجر وليه فرعين، واحد في فيصل انما اجدد فرع ليه موجود في المعادي عند ميدان مؤمن على طول. فانا بقى يا جدعان لقيت العرض عنده بتبدا من 50 جنيه فجبت هو عرض واحد. وخلينا بقى نسخن اول حاجه بقى بعرض الكاريزما، وده بيتكون من 4 سندوتشات، اي 4 سندوتشات في المنيو سنجل مع واحده بطاطس غرقانه جبنه مع 4 في 7، والهيصه دي كلها يا جدعان سعرها 495 جنيه. خلينا نبدا اول حاجه بقى بسندوتش المشروم. يا جدعان كميه المشروم اللي في السندوتش ده مش طبيعيه. احيه بجد والله احيه، السندوتش فعلا جوسي، طعم المشروم محطوط حلو قوي، الصوصات عظيمه. وده يا جدعان سندوتش اسمه ماجنم تشيكن، هو ماجنم بجد. بص الفراخ اصلا طالعه من الجنبين ازاي، بيبقى عليه بيف بيكن وفي موتزاريلا ستيكس. حلوه التتبيله بتاعت الفراخ، يعني لسه ما دخلناش قوي بس التتبيله حلوه. هو مليان صوصات، الموزاريلا ستيكس اللي مستخدمينها كويسه، البيف بيكن يمكن مش حاسس بطعمه قوي يعني وسط الهيصه دي، بس اللحمه تكسب لحد دلوقتي. فنخش بقى على الفرايز اللي في العرض، وانا اول مره في حته اشوف مطعم بيطلع الفرايز في العرض عليها صوص جبنه. تحيه عظمه على عظمه. فنرجع بقى تاني مع البرجر مع ساندوتش اسمه تشيزي. كواليتي بالنسبه للاسعار هنا مش منطقيه، بس لا يزال المشروم هو التوب بالنسبه لي. واخر بقى ساندوتش معانا في هذا العرض العملاق هو ساندوتش الفاير. عجبني قوي ان الفراخ ملحمه، انا شايف التجربه كلها حلوه قوي الصراحه.